السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ تحية خاصة لكل من يشاهد قناة مصطفى سلامة من مصر أو من خارج مصر أو من أي دولة عربية. تحية خاصة لأخواتنا المغتربين. طبعا يا جماعة الفرد الحمام ده من بعيد أنت كده شايفه سليم. فرد الحمام ده كده كفيف ما بيشوفش. أيوه بص، وعينيه مفتحة يمشي عوضة، بس الفرد الحمام ده كفيف ما بيشوفش. اه ارتاح بقى. 3 طواير بول وعزبة بالاخضر، واحدة بنفسجية واحدة زهرية واحدة خضراء، والخضراء مفصولة تلو جناح وذكر اخضر. الأربعة مع بعض دول ب 500 جنيه رجالة. الأربعة ب 500، الأربع حتت ب 500. قطش على بطيات قرع ب 100. ده العازب 2 يورو، وقص سود ب 100، بس العازب ضرب عينيه وحش. وادي الطيرة العازب ده تحس انه داخله عزام لعبابسة. برضه القص ب 100، يعني بسعر الحمام الفلاح. يا وادي قص عزام لهم، دول هيعملوا 130 جنيه. دول 130 جنيه. دول جوز زغاليل شعلة يا جماعة، من الأكواب اللي إيه صعب تلاقيها دلوقتي. دول يعملوا 150 جنيه. دول يعملوا 150 جنيه. في بنت قطاطية دي هتعمل 100. دي عتقة دي، والقطاطية دي عتقة. وبالنسبة للعصافير، العصافير رجعت وقفت تاني برضه رجالة. دول جوز كوكتيل معاهم عيال. النهارده العصافير كانت في سوق الجمعة مش قد كده يعني. بكره باذن الله هيبقوا لكم فيديو عن العصافير، عشان خاطر الناس غاويه العصافير. دول اصلا شلبزات سود، دول هيعملوا 150 جنيه. في حاجه بقى هنا، دي مش بنت سودا رجاله، داخلها حمر. بص العين والعض. ده الولد صح؟ وادي الطير، والله كان معاهم واحد احمر. نيجي بقى للبول. دول قص بول يا رجاله شغالين. دول يعملوا 300 جنيه. دول يعملوا 300 جنيه. ده عازب عاده هيعمل 150 جنيه. الذكر دوت هيعمل 150 جنيه. يا الله، فاكرين كان عندي قص حلايسه كان العازب لونه غريب قوي؟ ابنهم اهو. طبعا دي تراث احنا كنت انا عارضها قبل كده، وده ذكرها. ده ابنهم، بس الذكر طبعا داخله ساحه، لكن الطير الله اكبر عليها بصراحه، مستواها حلو. في ايه تاني؟ في قص ازازيات اهم. طبعا الحمام اللي فوق شخ عن الحمام اللي تحت. دول هيعملوا 250 جنيه ببيضهم رجاله.
دول يعملوا 250 جنيه بحصاهم. كزخنجية ترتور معاها الاسترول الاصفر دوت، دول 170، دول ب 170. رقم التليفون 012 48 122 91. رقم التليفون 012 48 122 91. البيع داخل محافظة الإسكندرية، ومتاح حمام بجميع الأسعار، من أول الفلاحي لأي فرد حمام غية. والحمام في متناول المواطن، يعني أي حد يقدر يشتري حمام، بس مش أي حد هيقدر يربيها. أي حد يقدر يشتري حمام، بس مش أي حد هيقدر يربيه. والله العظيم أنا بشتري حمام النهاردة، خدت بقية حمام يعني. الحمام كان بينقي ورق الشجر، انتوا عارفين يعني ايه بينقي ورق الشجر اللي في الارض؟ المهم اشوفكم على خير في فيديو جديد مع مصطفى السلام من تجارة الحمام، واسف ان انا بتاخر في الفيديوهات. لو عجبك الفيديو دوس لايك. طبعا دي طرش قلبظية.